صباح الفل عليكم واهلا بيكم حبايبي في قناه بيتو تشانل. معاكم داليا. هنعمل النهارده وصفه سهله جدا. هنعمل البطاطا المشويه بس على البوتاجاز من فوق. زي ما انتم شايفين كده البطاطا لسه جايه من السوق وكلها مليانه طبعا تراب وطين، لازم تتغسل كويس. هروح اغسلها، بننقعها شويه وبعد كده نغسلها عشان تبقى سهله. وادي البطاطا بعد ما اتغسلت حلو جدا جدا عشان ما يبقاش فيها اي نوع من الطين او الاتربه، عشان اللي بيحب ياكل البطاطا بقشرها يبقى الدنيا امان. هجيب بقى سكينه وابتدي اعمل فتحات في البطاطا زي ما انتم شايفين كده. بعتذر ان انا بقالي مدة كبيرة ما عملتش فيديوهات، بس معلش بقى، مدارس بقى والواحد بيبقى مشغول ومضغوط اكتر، فمعلش ان شاء الله هحاول انزل لكم فيديوهات. فزي ما انتم شايفين كده بفتح كده البطاطا بتاعتي. بصوا طبعا البطاطا دلوقتي الموسم بتاعها بدأ وشغال، وليها وصفات كتيرة جدا جدا. احنا مش هنسلقها، احنا هنشويها، بس ايه، هنشويها على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده جبت الصينيه وجبت ورقه زبده، وهبتدي احط البطاطا بتاعتي. ممكن تلغي ورقه الزبده، ولكن انا حطها بس حفاظا على الصينيه، عشان البطاطا هتنزل العسل بتاعها وهتلزق في الصينيه. ولكن زي ما انتم شايفين كده حطينا البطاطا رصيناها. هجيب معلقه سكر كده وابتدي ارشها. وبعد كده هو هضيف بس حاجة واحدة بس، هضيف نص كوباية مية من الحنفية، هقوم ضيفاها برضو مع البطاطا. تمام تمام. دي طريقة صحية وطريقة سهلة جدا، وما بتاخدش وقت كبير زي في الفرن. في الفرن بنقعد بالساعات عشان تستوي. بس كده قفلتها وحطيت على الوش ورق الزبدة تاني. ليه؟ لاني هغطيها بورق فويل، فعشان تبقى الموضوع كله ماشي صح. هجيب بقى الورق الفويل وهغطي الصينية بتاعتي كويس جدا، ودي اهم خطوة، عشان انا محتاجة مفيش اي فتحات تكون موجودة، عشان البخار كله هو اللي هيسوي البطاطا ويشويها جوه الصينية. تمام. بعد ما قفلتها كده كويس جدا و هحطها بقى على البوتاجاز بتاعي. هحطها على نار متوسطة، ما هياش عالية وما هياش واطية قوي، اهو على نار متوسطة. وهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. بعد ما سبتها على البوتاجاز فترة طويلة، هتعالوا بقى نشوف شكلها ونختبرها ونعرف ازاي استوت ولا لسه محتاجة وقت تاني. شايفين واضح قوي من شكلها ان هي مستوية، والعسل بتاعها هو نزل، والسكر كمان اللي احنا عاملينه بيساعد على الكرملة. هجيب سكينة وفي اكبر بطاطاية كده هنزل السكينة، مادام نزلت وطلعت بسهولة يبقى كده تمام، الباقي كله استوى. هبتدي بقى كده اقلب. شايفين الكرملة ازاي؟ هبتدي اقلبها كده عشان تاخد ايه لون من الناحية التانية. هسيبها مفيش يعني 10 دقايق بس هتاخد لون من الناحية التانية. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ يلا بينا بقى نقدمها. بعد ما خلصت كمان 10 دقايق، زي ما انتوا شايفين البطاطا المعسلة الجميلة متكرملة ومشوية من غير فرن خالص. الوقت اللي اخدته تقريبا ساعة، فبس على نار تكون وسط، وريحتها على طول بتبان، فبتقومي تشوفيها وبتختبريها سواء استوت او محتاجة وقت تاني. زي ما انتوا شايفين ايه الشكل بتاعها جميل، وما خدتش برضو وقت جامد، يعني يا دوب ساعة، وعلى البوتاجاز على نار متوسطة. تعالوا بقى نشوفها من جوه وندوقها. بصوا كلها طبعا بالسكينة كده تمام مستوية 100%. طبعا البطاطا ليها مواصفات تانية غير ان انتي تشويها وتاكليها، لا ليها مواصفات تانية، بس هي كده اكتر وصفة صحية لأي حد كمان عامل دايت. وهي اصلا وصفة مغذية جدا يعني للأطفال وللكبار. ونسبة الفيتامينات اللي فيها أعلى بكتير من النسبة اللي موجودة في البطاطس، يعني هي صحية ومغذية أكتر. تعالوا بصوا من جوه شكلها تحفة ازاي، ومستوية خالص اهو. شايفين يعني بتتهرس بكل سهولة اهو. انا هدوقها.
انا بحب اكلها بالقشر، طعمها تحفة ومسكرة وجميلة. ان شاء الله هبقى اعمل لكم وصفات تاني، احنا داخلين طبعا على الشتاء ويبقى فيه وصفات كتير قوي للبطاطا. اتمنى الوصفة لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في وصفات جديدة. وما تنسوش اللي اول مرة يشوف القناة يعمل سبسكرايب او يعمل اشتراك في القناة عشان يوصلوا كل فيديوهاتي. الى اللقاء.